هي أولا لأول مرة راح يكون لمولودية الجزائر مقر. منذ إنشاء مولودية الجزائر لم يكن لها مقر مستقر. الآن عندها مقر، عندها بيت، عندها مركز تدريب هكم شفتوه، يعني من يحتوي على جميع الإمكانيات اللازمة للتدريب والاسترجاع كذلك. وإن شاء الله الفرق الأخرى أيضا تكون عندها مراكز، وهذا لإنجاح يعني الرياضة عامة. وشركة سوناتراك هي تساند كل الرياضات على المستوى الوطني، ولذا أقول لمولودية الجزائر مبروك، وهذه البداية إن شاء الله. سنجني ثمار هذا المركز بتدريب الفئات الشبانية بطريقة جيدة، ويكون يعني لنا منتوج لاعبين يكونوا يعني في مستوى تقمص الألوان الوطنية في الفريق. هي طموحات موجودة، وهذه ما ننساوش بأنها رياضة، فالرياضة فيها بعض الأحيان مستوى يكون مستوى عالي، بعض الأحيان يكون مستوى أقل، والأهم هو الروح الرياضية. ومن هنا يعني أناشد الأنصار الذين أشكرهم جزيل الشكر، وأطلب منهم يعني أن يتحلوا بالروح الرياضية، وأن يتفادوا بعض الألصار على كل حال، يتفادوا تحطيم الكراسي في الملاعب، لأن أموال ستنفق لأجل إعادة الكراسي، والأموال هذه راح يمكن يستفاد منها الفريق. خير ما تروح يعني تحطيم الكراسي وإعادة تصليح هذه الكراسي، وطالب منها من يفرحوا، يقدروا يغنيوا ويقدروا يرقصوا ويكسروا لا غير الكراسي. شكرا. سكوب نيوز بلس، أول منصة رقمية منوعة في الجزائر.